الصينية دي اكتر حاجة بنحبها في الغداء انا واسرتي كلها. تعالوا يلا نعملها. مكونين هم اللي هيخلوها في حتة تانية، بس قبل اي حاجة هنسمي الله صلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. دي بقى كمية البطاطس اللي انت حباها، وتبداي تقطعيها حلقات، وبعد كده هتجيبي البصل برضو تقطعيه حلقات، وبعد كده ترصيهم في الصينية فوق بعض. انا بجيب الفرخة طبعا بغسلها كويس جدا بشوية ليمون وشوية ملح، مش اكتر من كده، وبشيل منها كل الجلد، وبعد كده برصها كده في النص. تعالي بقى نعمل احلى تتبيلة. جيبي بقى كوبايه زبادي، وتبداي ان انت تحطي لها شويه بهارات عباره عن ملح وفلفل وزعتر وبابريكا وشويه صغيرين جدا من التومي باودر. ما تحطيش بقى بصل باودر عشان احنا حاطين فريش خلاص. تبداي تقلبيهم كل الميكس ده مع بعض، وبعد كده هتحطيهم على البطاطس كده من على الوش، وبعد كده هتجيبي شرايح من الزبده، زبده بقى بيضه زبده صفرا حسب ما متوفر. خليها بقى الفرن على درجه حراره متوسطه من غير ولا فويل ولا اي حاجه، هي الصوص هينزل معاها ويسويها، هتطلع بالجمال ده بجد حلوه قوي. ميكس الزبده مع الزبادي مدي طعم فظيع مع الزعتر. جربوها، يا رب الوصفات تكون بتعجبكم، وبالف هنا وشفا. اشوفكم خير في الفيديو الجاي. سلام عليكم.